صوت الرضا أحلى من موسيقى بيتهوفن. وبعدين تعالي هنا، هو السوشي اللي بتدفعي فيه 2000 جنيه عشان تاكلي سمك ني وتشبعي بعده بساعتين أحسن من طبق كشري ب30 جنيه يخليكي مش شايفة قدامك من التخمة والسعادة؟ في دي عندك حق الصراحة، بس برضو برستيجي يا محمود، برستيجي بيضيع مع أول شطفة من الكمالة. طب احكي لك موقف حصل لواحد صاحبي قرر يعمل فيها روميو وجاب لحبيبته كشري تيك اواي وكلوه في العربية. طبعا انت عارفة الكيس البلاستيك اللي فيه الصلصة المربوط ربطة الموت؟ يا لهوي، الرابطة اللي محتاجة أسنان قرش عشان تتفك. الله ينور عليكي. صاحبنا ده حب يفك الكيس بسنانه عشان يبان سبع الرجالة. الكيس فرقع في وشه، العربية كلها بقت صلصة، وهي قعدت تضحك عليه لحد ما شرقت بالحمص، واليوم انتهى في دراي كلين مش في السينما. شفت إن نظريتك فاشلة؟ الكشري ده يتاكل وانت لابس مريالة وقاعد لوحدك في ضلمة عشان محدش يشوفك وانت بتفترس الطبق، مش في ديت. بالعكس، دي ذكرى عمرهم ما هينسوها. أحسن ما يروحوا ياكلوا باستا بشوكة في كينا ويفضلوا ساكتين